اللي حصل في سماك داون اكد حاجات كتير قوي كلنا كنا مستنيين انها تحصل في راس المنيا، سواء الليله الاولى او الليله الثانيه. مش هطول عليك، عاوزك تصلي على النبي كده في الاول قبل اي حاجه، واعمل لايك الفيديو ده، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى والكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. مش هقول بروموهات زي كل مره عشان نكسب وقت في المونتاج واخلص بسرعه، وعشان انت شفت وتابعت فهنخش في معنى الكلام اللي اتقال على طول عشان نلحق نستعد للعرض ونروح نتابع كلنا مع بعض في اللايف اللي على قناه مستر راسلينج. سينا في الفقره اللي قدمها اكد شويه حاجات مهمه جدا. اول حاجه اكدها حوار الاعتزال، قال ان محدش فكر يعتزل بطريقته، وان دي هتكون اخر راس المنيا في مسيرته، وان محدش مصدق ان هو هيعمل كده، وقال ان محدش مقتنع بكلمه اسمها اعتزال، لان الكل مقتنع ان دايما في ماتش كمان، وقال ان في مصارعين بيعتزلوا وبعد كده بيرجعوا بحجه ان الجمهور عاوز ده، لكن هم بيعملوا كده عشان عاوزين اهتمام من الجمهور. الكلام ده طبعا يقصد بيه ناس زي شون مايكلز وستون كولد وريك فلير، هم دول فعلا اللي اعتزلوا ورجعوا من اعتزالهم تاني، وسبحان الله الثلاثه موجودين السنه دي فعلا في نفس المدينه بتاعه العرض. وكمان قال ان هو مش محتاج الجمهور اصلا، ومش هيعمل زي اللي عملوا كده قبله، وقال ان هو هنا عشان ياخد البطوله من كودي رودز ومن الجمهور، وقال ان هو حذر كودي من ده قبل كده لما كسب البطوله السنه اللي فاتت والكل هناه، لكن هو ما عملش كده، وقال له ان كل يوم هيعدي عليه بالبطوله دي فالبطوله هتكون اتقل على كتفه، ويوم الاحد الحمل هيكون تقيل قوي عليه فهيخسر، وانه هيخسر عشان مهتم للجمهور. سينا اكد كمان من كلامه ان هو ما كانش واخد قرار قبل كده انه يقلب هيل، ده طبعا على حسب السيناريو، يعني قبل التشامبر ما كانش متفق مع الروك، وده لان سينا قال انه لما كسب التشامبر كان عنده شك انه يقدر يهزم كودي، لكن كودي غير ده بالكلام اللي قاله الروك. واخيرا سينا جاب سيره الروك وقال لكودي ان هو خيره بين انه يسمع كلام الجمهور وانه يكسب، وكودي اختار ان هو يسمع الجمهور اللي بيصدق اللي هو عاوز يصدقه، وسينا قطع ودنه من الجمهور. وهنا تحس ان سينا بيحرض كودي ان هو كمان يعمل كده ويفكوا منهم، ولما لقى ان مفيش فايده مع كودي قال ان هو جبان وخايف يبطل يسمعهم. سينا برضه في الفقره دي اكد الكلام اللي قلته قبل كده في فيديوهين فاتوا، لما قلت ان سينا ادرك انه ما يقدرش يكسب ولا مباراه فرديه لوحده، وهو اعترف بده هنا وقال ان هو كان عنده شك انه يقدر يهزم كودي، لكن برر الكلام ده وتحجج ان كودي هو اللي جبان لما رفض عرض الروك وفضل ان هو يسمع الجمهور، وقام سينا جايب المشكله في الجمهور وبرر ان هو كان بيخسر بسبب ان هو كان بيسمع كلامهم، لكن الحقيقه ان سينا هو اللي ادرك ضعف نفسه، عشان كده راح سلم نفسه للروك عشان الروك يخليه يكسب في اخر ايامه قبل ما يعتزل. في حاجه مهمه بقى عاوزين نقف عندها، اثناء لما جون سينا كان بيتكلم الجمهور تفاعل معاه جدا، ولما خلص كلامه كودي ابتدى يتكلم حصل استهجان كبير قوي من الجمهور، والغريب ان الاتحاد سمعنا صوت الاستهجان ده بشكل واضح، كان ممكن يداروا عليها باي حاجه تانية، فممكن نعتبر ده جس نبض اخير من الشركه للجمهور بيشوفوا منه هل الجمهور متقبل سينا يكسب كودي ولا لا. وسبحان الله بعد لما سينا خلص كلام اول لما كودي اتكلم الكل استهجنه، كانها اشاره من الجمهور للاتحاد عشان لو مترددين في قرار فوز سينا ولا حاجه. بعد كده لما كودي اتكلم جه على الجرح لتاني مره وقال لي سينا انت ما بتعرفش تصارع، ملاحظ انا ان جماهير كودي مبسوطين قوي بالكلمه دي، وكمان سال سينا كذا سؤال قال يعني احرجوا بيهم، قال له انت تعرف اسم الراجل اللي ادالك المايك، تعرف الناس اللي بتصورك، تعرف اسم ما اعرفش مين، تعرف فلان، تعرف علان، طب ما انت يا عم كودي انت مصارع شغال بدوام كامل، الراجل ده شغال بدوام جزئي فبيجي كل فين وفين، واللي حضرتك برضو ما اتكلمتش عنه ان سينا قبل ما يبقى بدوام جزئي كان بدوام كامل زيه وزيك بالظبط لمده اكتر من 15 سنه، فانت بتقارن ايه بايه؟ ساعتها سينا كان حافظ اسامي الناس اللي موجودين عشان بيتعامل معاهم كتير، لان كان مدي للمصارعه اولويه عن اي حاجه تانية زي حضرتك بالظبط، فما اعرفش ليه الجمهور شبط في الكلمتين دول. ولكن سينا قال ان هو مش محتاج يعرف يصارع عشان يهزمه، وده تاكيد تاني من جون سينا ان هو هيكسب حتى لو بطريقه غير قانونيه، وانه مش فارق معاه يكسب ازاي او الجمهور يقول عليه ايه، كل اللي يهمه دلوقتي هو انه يكسب لانه كان بيخسر كتير، وبيأكد تاني ان ده السبب اللي خلاه يتعاون مع الروك. وتلميح كمان لحاجه وحشه قوي يا رب تطلع غلط، وهي ان سينا هيعمل اداء زي الزفت طول الماتش لحد لما الروك يدخل يساعده، وفي الاخر حصل ان جون سينا كان عاوز يفنش كودي رودز، ولكن كودي رودز نزل من على كتافه وعمل له الفينش بتاعه وانتهت الفقره على كده. طيب يا جماعه بنلاحظ دلوقتي ان الفقرات كلها انتهت لصالح كودي رودز كتاكيد انه هيخسر، وتاكيد انه قال يعني كسب الفقرات وانتصر فيها، حتى لو مش كده، بس قلت لك قبل كده كون انه ينهي الفقره ده بيخلي عند الجمهور شعور مزيف ان هو انتصر حتى لو ما قالش كلام جامد. فالسؤال اللي عاوزين نساله دلوقتي ليه ده بيحصل؟ هقول لك هل كودي يحط على سينا في الحلبه؟ هنقول كودي يحط على سينا وابو سينا، واللي جابوا سينا نفر من حيث الاداء واللعب، دي حاجه محدش يختلف عليها ابدا. طب هل كودي يحط على سينا في البروموهات؟ هقول لك الكل عارف ان الاجابه لا، وان محدش يقدر يعملها مع سينا لانه ما بيديش لحد فرصه اصلا، وكل مره سينا بيرزع كلام كله لسوعه، وكودي يجي في الاخر يقول كلمتين من اللي الجمهور بيقولهم اللي هو الكلام العادي اللي الجمهور بيقوله، والفقره بتنتهي بانه قال يعني انتصر عليه. فكان هو ده الهدف من ان كودي ينهي الفقرات قبل راس المنيا عشان يبان ان هو بطل الجمهور
اللي لو اتحط في ماتش نضيف هيكسر عظم سينا. فنيجي بعد كده نروح لراسل مانيا نلاقي كودي بيخسر من سينا بطريقه ما، وسينا يقعد فتره بالبطوله وكودي يختفي، فجمهور كودي يقعد يصير في فتره غيابه ويطلبوا عودته عشان يجي ياخد البطوله من سينا، وده اللي هيحصل. زي ما قلت لك روك ما ينفعش يبان ان هو بياع كلام، وافضل وقت عشان يستغل فيه شخصيته دي في فتره تجريبيه كده كده هتخلص، وهي فتره سينا قبل ما يعتزل. وسينا برضو ما ينفعش ما يكونش عامل حاجه تجذب الجمهور قبل ما يعتزل، لان ده اخر وقت ليه فلازم يكسب. المهم بعد لما سينا يكسب، سينا حاليا مدرك ان الروك هيساعده، ومدرك انه فعلا مش بيعرف يصارع، وقال كده لكودي مش مهم اكون بعرف اصارع، انا كده كده هكسب، لانه خلاص ضمن ان الروك هيساعده. ولكن هل الروك هيفضل يساعد سينا لحد لما يعتزل؟ هقول لك حاجه بسيطه، سواء سينا كسب البطوله او خسر فالروك هيساعد سينا لوقت معين وبعد كده هيكرف له. وفي حاجه تانية هقول لك عليها بس بعد راسل مانيا لما نطمن وسينا يكسب، عشان اتكلم بقلب جامد اكتر من كده. والحاجه دي ليها علاقه بمين اللي هيطلع مكان سينا لما الروك يزحلقه قبل ما يعتزل. المهم ان سينا في الفقره دي ادالنا شويه تلميحات، تلميح عن المكسب وانه هيكسب كده كده حتى لو ما لعبش حلو، وده تلميح لتدخل الروك عشان يحقق الفوز على كودي، وتلميح لطريقه اللعب لما سينا نزل لارض الواقع واعترف ان هو خلاص ما بقاش زي زمان وانه محتاج مساعده عشان يكسب، وده اللي هيبرر فوز سينا. سينا بيعترف انه فعلا ما يستاهلش لانه لا لعب ولا سنه يسمح، لكن لما قلب هيل بقى اناني جدا، فلما جات له الفرصه استغلها. القصه ماشيه في سكه جامده قوي وكل حاجه مظبوطه بالشعره. سينا هيل زي ما كنا بنتمنى، وقلب هيل عشان ادرك ان هو بيخسر وما بقاش يعرف يصارع، وراح اتحد مع الروك عشان ده الوحيد اللي هيساعده ويحقق له امنياته قبل ما يعتزل. وفي حاله فوزه بالبطوله حتى لو اداؤه ضعيف فمحدش هيتضايق، لانه دلوقتي بالشخصيه الهيل، واغلب الهيل بيكسبوا بطرق مش نظيفه، ومحطوط في عداوه مع كودي رودز. وكان في حماس قليل في الاول لان الاثنين كانوا فيس، فدلوقتي الحماس اعلى لان سينا هيل، والجمهور اصلا كان عاوز سينا هيل فهيتبسطوا اكتر. وعشان جمهور كودي ما يزعلش خلوا لك كودي يظهر انه انتصر في كل الفقرات قبل الماتش ده عشان يكرهوا سينا اكتر واكتر، فيتقن الشخصيه، فيحصل حماس عالي لعوده كودي في حاله غيابه بعد راسل مانيا لما يخسر البطوله من سينا لحد لما يرجع يلعب سينا تاني. وبرضه الموضوع ماشي في مصلحه كودي عشان ياخد اجازه حبه، وعشان بدل ما يكون بطل مره فيخسر ويكسب تاني ويكون بطل مرتين. ولو سينا كسب هيكسر رقم ريك فلير بطريقه مقنعه مش فيها تضخيم وهو فيس، بالعكس هو المره دي هيل وبيضخم نفسه قدام الجمهور بالعافيه. ولو كسب هيعمل ماتشات احلام هنطلع منها بلحظات نودع بيها العداوات القديمه اللي حصلت بينه وبين خصومه زمان، وهنشوف طريقه مؤثره هتخلينا نزعل لما سينا يدرك انه كان غلط وهيحاول يرجع فيس تاني. وهنشوف الروك وهو بالشخصيه الشريره في ليفل الوحش زي ما بيقولوا لما يخلي سينا يكسب ويخلي كودي يخسر، وبعد كده يزحلق الاثنين ويشوف حد غير سينا عشان سينا ماشي. وعشان ما حدش يقول ان سينا خد زمن وزمن غيره، راح حصل كل ده عشان بدل ما الجمهور يهاجمه وهو بالشخصيه الفيس فالجمهور يستمتع بفترته بالشخصيه الهيل قبل ما يعتزل. من الاخر القصه حلوه واتمنى تفضل ماشيه في المسار ده وسينا يكسب فعلا في راس المنيا، لان خساره سينا هتبوظ كل الكلام اللي قلته لك ده وهتخرب الدنيا على الكل، على سينا نفسه ومحدش هيتحمس لجولته الاعتزاليه، وعلى كودي لانه الجمهور اللي مش بيشجعه هيقلب عليه اكتر، وعلى الروك لانه هيطلع بق وعمل هلوله على الفاضي ومحدش هيصدقه بعد كده، لان كلامه في بناء العداوه دي بيوحي ان هو هيبني قصص طويله، فلو ما حصلش هيتهاجم وهتخرب على بخه اللي معظم الجمهور مش مقتنع بماتشات العرض ده بسببه. فلو ما حصلش الكلام ده في المين ايفنت بجد الاتحاد هيخسر كتير قوي بدل ما كان هيكسب كتير قوي قوي. ومن ظهور ستون كولد وشون مايكلز وريك فلير النهارده في قاعه المشاهير، اعتقاد بسيط قوي انه ممكن يكون ليهم دور في العرض ده. ايه هو؟ معرفش. زي السنه اللي فاتت كده اندرتيكر كان موجود ومحدش كان متوقع ان هو يظهر، ولكن ظهر وعمل لقطه بالعرض كله، فاتمنى تحصل لقطه المره دي تخلينا قافلين العرض ده واحنا مبسوطين. نيجي بقى لفقره سيس فريكن رولينز اللي بصراحه اقل ما يقال عنه انه راجل على وضعه زي ما الناس بتقول بالظبط. سيس رولينز هو اللي شايل العداوه حاليا، فعشان ما اطولش عليك كده كده ما فاضلش كتير لحد لما نشوف الماتش بتاعهم في المين ايفنت النهارده، فخلينا نشوف ايه اللي نقدر نستنتجه من الفقره بتاع سيس رولينز النهارده في سماك داون. رولينز جاب سيريز ذا شيلد وان بول هيمن هو اللي جابهم عشان يكونوا درع سيم بانك، وذكر اسم دين امبروز، وطبعا الكل هيقول لك ده تلميح ان هو راجع، لكن اكيد لا. عاوز اقول لك ان اسم دين امبروز ممكن يتذكر عادي جدا في اي وقت، لان الاتحاد بيمتلك حقوق ملكيه الاسم والشخصيه دي، لكن عشان ما يحصلش اثاره جدل يقول لك اتحاد الدبي دبي بيحكها مع جون موكسلي وبيتصيطوا على حسه والكلام التعبان ده، وعشان الاي دبي ما تاخدش لقطه على الدبي دبي فما بيذكروش اسم دين امبروز غير للضروره القصوى في نطاق القصه زي ما حصل كده. ولكن اللي نستفيد منه في الفقره دي هو ان رولينز جادد وعلى اخره، وده ظهر من كلامه بغض النظر عن اسم امبروز اللي اتذكر. رولينز قال كمان ان هو عمل كل حاجه وضحى بنفسه، وفي الاخر الاضواء كلها اتسلطت على رومان رينز، وزي ما كانوا بيقولوا عنه ان هو هيبقى جون سينا الجاي، وده حصل سنه ورا سنه لمده طويله جدا،
وقال عن سي ام بانك انه حتى بعد لما بعد عن الشركه فكان بيسمع صدى صوت صغير لتشجيعات الجمهور باسمه وبيهتفوا باسم سي ام بانك. قال يعني رولينز مش فارق معاه، بس هو هيولع من جواه، لانه قال ان في الوقت ده كان هو ساعتها بيحضر العروض وبيضحي بنفسه. واخر حاجه عملها حصلت السنه اللي فاتت لما كانت ركبته مصابه وراح راس المنيا وبانك كان قاعد بيستموت، وساعتها رولينز حرص على انه يكون درع بهدف انه يخلي رومان رينز يخسر. وبعد كده اتكلم عن سي ام بانك وقال ان هو ما جاش هنا عشان الجمهور، بل جه هنا عشان اتدفع له مبلغ كبير جدا من شخص ما، فهو جاي هنا عشان الفلوس وعشان مصلحته وبس. وقال ان القصه اللي بينهم دي بينه وبين رومان رينز او بينه وبين سي ام بانك بدات من 12 سنه لما بول هيمان جابه هو رومان رينز لخدمه سي ام بانك، والقصه دي هتنتهي في راس المنيا في اهم ماتش ثلاثي في تاريخ راس المنيا. وعد انه هيعمل اللي فضل يعمله لمده 12 سنه، هيجيب اخره يعني، وهيضحي بكل حاجه عشان يتاكد ان الشركه دي والصناعه دي تمشي في الطريق الصح. وقال جمله بول هيمان المشهوره: ده مش توقع، ده تسريب. طب صلي بينا على سيدنا النبي بقى. الاتحاد هنا عمال يحاول يحمسك للعداوه دي بكل الطرق عشان تتفرج عليها وتتابع اللي هيحصل. الاتحاد على فكره مدرك كم النقد اللي جاي بسبب ان المباراه دي من غير بطوله ومجرد مباراه ثلاثيه عاديه جدا محطوطه في المين ايفنت، فبيحاولوا يعملوا كل حاجه عشان يلفتوا انتباه الجمهور. ربط لك الاحداث ببعض وخلى القصه ترجع بالزمن 12 سنه ورا، وخلى المباراه حدث رئيسي بهدف تحقيق امنيه سي ام بانك عشان الجمهور بتاعه يتفرج عليها، وتخليص حق بين رومان رينز وسيس رولينز عشان الجمهور بتاعهم هما الاثنين يتفرجوا على المباراه دي، وانها هتكون بهدف نهايه شخصيه الترايبل شيف عشان جمهور رومان رينز بالتحديد يتفرج على المباراه، وتمهيد لبدايه شخصيه جديده لسيس رولينز، والهدف ده موجه لجمهور رولينز. وذكر لك سيره ذا شيلد واسم دين امبروز عشان تحس بشعور وهمي كده وتقول في نفسك يمكن دين امبروز يرجع، لكن الموضوع مش كده خالص. الاتحاد في البروموهات اللي فاتت دي كلها كان بيحاول بس ان هو يعلي من قيمه العداوه ويجذبك بكل الطرق، حتى لو كانت طرق مبالغ فيها، بهدف انك بس تتابع. وده مش معناه ان اللي هيحصل هيكون حاجه وحشه او بيبيعوا لك الهوا زي ما بيقولوا، بالعكس. زي ما قلت لك الاتحاد عارف انك كمشاهد ممكن تكون مش متحمس لعداوه في مين ايفنت من غير بطوله، فاللي بيحصل هو اننا بنتشد العداوه دي بكل الطرق، واللي هيحصل ان الاتحاد فعلا محضر مفاجاه، لكن الجمهور لحد دلوقتي مش مستوعبها. قلت لك قبل كده وبقول لك تاني، الماتش هيبقى حلو. انا ادركت ده متاخر بس بعترف بده، وقلت في فيديو توقعات وبقول تاني برضو ان السنه دي سيس رولينز هيخرج من العرض ده منتصر بشكل من الاشكال، حتى لو ما كسبش الماتش ده. يمكن يروح مع بول هيمان في اخر الليله الاولى، ويمكن يروح مع الروك في الليله الثانيه، ويمكن يروح هو وبول هيمان مع الروك اصلا ويفكوهم من رومان رينز وسيم بانك ويشوفوا مصلحتهم. الاكيد هنا ان سيس رولينز السنه دي هيظهر ظهور طاغي، وده هيكون مناسب جدا بعد لما رومان رينز يختفي بعد الماتش ده هو وكودي رودز، لان رومان رينز ما ينفعش يكسب وكودي رودز ما ينفعش يكسب. الاثنين لازم يختفوا حبه عشان الناس ما تزهقش منهم، لازم نشوف قصص جديده، لازم ناس تانية تاخد لقطه حتى لو هم اساس النجوميه في الاتحاد، بس لازم يريحوا حبه عشان الناس ما تفقدش الحماس معاهم. فكل المؤشرات بتقول ان في حاجه مش عاديه هتحصل سواء في الليله الاولى او الليله الثانيه، وان رولينز هيكون جزء مهم من الحاجه اللي هتحصل دي. ولو عاوز تعرف بتكلم عن ايه بص على الصورتين دول. الصوره الاولانيه كانت في الهول اوف فيم النهارده، بول هيمان قاعد جنب بيكي لينش وسيس رولينز في نفس الصف، وسيس رولينز بيبص عليهم مبتسم جدا. والتلميحه اللي قالها سيس رولينز في اخر الفقره بتاعته لما ذكر جمله بول هيمان وقالها زيه، ده مش مجرد تلميح، ده تسريب. دي كده حاجه. تاني حاجه، بص هنا على الصوره الثانيه هتلاقي ان الثالث مره او ممكن نقول لتاني مره على التوالي رولينز لابس لبس شبه لبس الروك. اول مره ممكن نقول عادي، كان لابس لبس عادي قبل ما العداوه دي تبتدي، لكن المره اللي فاتت كانت الاسبوع اللي فات او يمكن ما عداش اسبوع، رولينز كان لابس فيست زي اللي بيلبسه الروك. رولينز طبيعه لبسه غريبه اصلا، لكن الموضوع زاد عن حده، والمره دي لابس بدله مشجره زي لبس الروك في الفتره الاخيره بالظبط. فانا متحمس جدا للمين ايفنت بتاع النهارده، ومتاكد ان هتحصل حاجه هتخلينا نشد في شعورنا، وسيس رولينز هيكون سبب فيها. الاتحاد في عرض سماك داون ده كانوا بيأكد كل التوقعات اللي احنا قلناها، وعموما ما فاضلش كتير. اشوفكم الليله على قناه مستر راسلينج في اللايف اللي هيتعمل هناك، ونتفرج سوا على الليله الاولى ونشوف ايه اللي هيحصل. والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا.